يا صباح الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد وروتين جديد معانا النهارده. روتين النهارده كله كده تحفيز وطاقة إيجابية، وإن شاء الله كل اللي يدخل فيديو يطلع منه مستفاد حتى ولو بمعلومة بسيطة خالص. هندردش مع بعض كده النهارده شوية. طبعا احنا الأيام دي الظروف على الكل صعبة جدا، فبنحاول إن احنا نتخطاها كده يعني بشتى الطرق. فطبعا كلنا يعني ربنا يعين الناس كلها، كلنا بنعاني وكلنا متأذيين جدا، ونفسية الواحد مش مستحملة أي حاجة. فالله المستعان. طبعا قبل بس ما نبدأ الفيديو هستأذنكم تنزلوا تعملوا لي لايك، وكمان اشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل الإشعارات بتاعت الفيديوهات الجديدة أول بأول. هنا بقى بدأنا الروتين بتاعنا بغسل المواعين زي ما احنا متفقين. ما دام الروتين بتاعنا هيبقى في المطبخ، يبقى لازم بنبدأ أول حاجة كده بسم الله. بالحوض بتاعنا بنشوف الدنيا فيها ايه. بنبدأ ان احنا نلملم كده المواعين كلها اللي في المطبخ، اللي في الشقة بره، ايا كان. نلم الدنيا كده ونبدأ نقف على الحوض بتاعنا نخلص المواعين بتاعتنا في مفيش 10 دقايق، عشان تبقى الدنيا رايقة حوالينا ودماغنا تبقى آه مظبوطة كده، اللي هو ايه، الدنيا تمام. طول ما مفيش مواعين بتحسي ان الدنيا عندك ملمومة، مفيش زحمة في المطبخ، مفيش وراكي شغل كتير، بتبقى اي حاجة تانية بقى سهلة. تمام كده. عايزة اقول لكم بقى ان اهم حاجة الايام دي علشان نتخطى الظروف اللي احنا فيها والغلا والنفسية اللي بقيت مش مستحملة حاجة والكلام ده كله، اهم حاجة ان كل واحدة تركز في بيتها وفي حالها وفي ولادها، مش اكتر من كده. يعني ما تحاوليش ان انت تركزي بقى مع صاحبتك مش عارفة جابت ايه، جارتك بتجدد ايه. الكلام ده كله هو اللي بيعمل المشاكل، وهو اللي بيخلي نفسيتك اوحش واصعب بكتير من اي حاجة تانية. يعني الكلام ده أو التركيز ده في حياة غيرك هو اللي بيخلق لك بقى النفسية الوحشة والطاقة السلبية والتفكير الزيادة عن اللزوم الأوفر، اللي هو أصلا ما بيقعدش عليكي بأي حاجة خالص غير بالنكد وبالخنقة وبالضيق. وان انت اصلا في الاخر خالص بتطلعي ان انت مش راضية عن حياتك وعن عيشتك وعن كل حاجة محيطة بيكي. فأهم حاجة إن انتي تبقي مقتصرة كده بس على بيتك وولادك وجوزك، دي أهم حاجة. صدقيني والله لو كل واحد فينا ركز في بيته وحاله بس، يعني هنرضى جدا. هو طبعا الرضا ده أهم حاجة، وعاوزة أقول لكم إنه من الصعب جدا في الأيام دي بالذات إن أنت تلاقي حد راضي بعيشته وراضي بكل حاجة ربنا مديهاله. صعب جدا. ولكن والله عايزة أقول لكم إن يعني دايما افتكري إن في غيرك يتمنى يبقى عنده 4 حيطان، عنده بيت، عنده ولاد، عنده دفى في بيته. كل ده يعني نعمة كبيرة جدا من عند ربنا، والمفروض ان احنا نبقى دايما ممتنين لربنا بالنعم دي، لان دي مش حاجة سهلة خالص. بالعكس، يعني لو انت عندك زوج بيتقي فيكي، عندك بيتك فيه دفى، فيه روح، عمران بالمودة وبالحب وبكل حاجة حلوة، فدي نعمة كبيرة من عند ربنا. لو ربنا أنعم عليكي ورزقك بأطفال، دي برضو نعمة كبيرة من عند ربنا. فكل دي حاجات احنا بالنسبة لنا علشان موجودة عندنا، احنا مش شايفينها بعيننا ان دي نعم كبيرة قوي، إلا من رحم ربي طبعا. في ناس يعني دايما كده. بصي كده لولادك واحمدي ربنا عليهم، بصي لمعاملة جوزك الكويسة ليكي واحمدي ربنا على ده. بصي ان انتي فلوسك مش ضايعة على دكاترة، ان انتي مش دايخة بولادك مثلا عشان تجيبي علاج، عشان تجيبي حاجة، دي برضو من نعم كبيرة جدا من عند ربنا. بصي ان انتي جوزك مش مثلا مش منكد عليكي عيشتك صبح وليل، مش بخيل معاكي، ايا كان. يعني في طبعا ما فيش حد كامل كمان لله وحده، ولكن كل شخص بيبقى فيه طبعا، مش هنقول يعني عيوب، مساوئ كده، حاجات كده بسيطة، دي بنحاول طبعا ان احنا نتغاضى عنها ما دام الشخص كويس. ولكن ما فيش حد كامل، فطبيعي هتلاقي في حاجات عندك في بيتك مش احسن حاجة، هتلاقي ان انتي مش دايما مبسوطة. فده طبيعي جدا. يعني مفيش بيت بيخلو من المشاكل، ومفيش انسان بيكون كامل. طبيعي طبعا، يعني خلقنا الانسان في كبد. طبيعي ان احنا مخلوقين عشان نعاني، والدنيا صعبة والظروف والأجواء ونفوس الناس اللي بقيت مش أحسن حاجة والكلام ده كله. فطبيعي جدا لو الواحد ما تعبش وما جاش عليه وقت مثلا حاسس ان هو متضايق مخنوق مضغوط، ده حاجة طبعا مش طبيعية أكيد. فالطبيعي اللي هو اللي احنا فيه ان احنا شوية حلو وشوية وحش، شوية صعب وشوية ربنا بيسهلها. فكل
كل ده طبيعي جدا، ولكن المهم ان احنا نحمد ربنا على الحاجات الكويسة الحلوة اللي في حياتنا ونبص لها ونشوفها، عشان دايما نكون راضيين ونعرف نرضى بحياتنا وبعيشتنا ونتبسط بيها، ده الأهم. أي حاجة تانية سهلة وأي حاجة تانية مقدور عليها مادام بعيد عن بيتنا وولادنا وأزواجنا، كل ده سهل، الصحة بالدنيا كلها. ولكن طبعا نرجع لموضوعنا تاني، أهم حاجة ان انت ما تبصيش في حياة غيرك، ما تسمعيش لغيرك، ما ترميش ودنك لغيرك، سواء صاحبة سواء جارة سواء قريبة أيا كان. ما تركزيش في ناس ممكن تكون حياتها مش احسن حاجة خالص خالص، تكون مش مبسوطة مع جوزها تماما. زي ما احنا قبل كده اتكلمنا مثلا وقلت لكم ان في ناس بتبقى بتصدر الطاقة السلبية، وطول ما هي قاعدة معاكي شكوى شكوى، وده جوزي ما بيعملش، ده جوزي مش كويس معايا، ده جوزي مطلع عيني، ولادي ما بيسمعوش الكلام ده كله. في ناس برضو بتحب تتباهى بحاجات ممكن تكون مش عندها اصلا، آمم، بتكون مثلًا قاصدة إن هي تشوف اللي قدامها ناقصه إيه وتفضل تدوس على الحتّة دي كتير أوي، يعني هي مثلًا عارفة إن أنتِ نِفْسِك مثلًا تجددي الحاجة الفلانية، فتيجي قدامِك والله ده أنا خلاص ده أنا قرّبت مثلًا أجدد مش عارف إيه عندي، ده أنا حوّشت مثلًا مبلغ الفلاني وهاجيب الحاجة الفلانية، وممكن على فكرة يكون حد قريب منِّك، فتفضل مثلًا تقول لِك ده أنا هاجدد الحاجة الفلانية، ده أنا هاجيب الحاجة الفلانية، وهي عارفة وواثقة إن أنتِ نِفْسِك مثلًا تجيبي الحاجة دي، أو أنتِ آمم مش عارفة مثلًا تجددي الحاجة دي في بيتِك، تفضل تقول لِك مثلًا ده أنا جايبة، وجايبة، وجايبة، وهي عارفة إن أنتِ في الحتّة دي أنتِ عندِك نقص فيها مثلًا. فالناس دي برضه يا جماعة ما ترميلهاش ودنِك خالص، خالص، تقول لِك مثلًا أجيب ربنا يزيدِك، ربنا يدّيكِ، الكلام ده كلّه. لكن ما تقعديش بقى بينِك وبين نفسِك تاخدي وتدّي كده اللي هو إيه، أنا مثلًا ربنا مثلًا زعلان منّي، أنا ليه ربنا مش مدّيني، أنا ليه مش عارف إيه، هي ليه تبقى بتجيب وأنا لأ، الكلام ده كلّه بيخلّي الواحد يعني ما عندوش رضا تمامًا بأي حاجة في حياته، وحاسس دايمًا، دايمًا بالنقص. ولكن والله، والله زي ما باقول لكم لو بصيتِ لكل النِّعَم اللي في حياتِك الصغيّرة فيها قبل الكبيرة، مع إن إحنا لو بصينا لأصغر النِّعَم في حياتنا هنلاقيها بالنسبة لغيرنا يعني أحلام وأماني وحياة ربنا. فالواحد الحمد لله، الحمد لله مش مسألة سِن، ولكن برضه السِن بيفرق، يعني كل ما الواحد بيكبر سَنة، سَنة واحدة بس بتفرق في حياتِك كتير جدًا، كل ما بتقابلي وكل ما بتشوفي وكل ما بتسمعي عن قصص ناس والناس المحيطة بيكِ، وتبُصّي كده للتصرفات وللأفعال وللعقول اللي حواليكِ، سواء العقول الكبيرة والعقول الصغيرة، الموضوع ده كلّه بيفرق. في ناس طبعًا الحاجات دي بتعدّي عليها كده هباءً، ولكن الشخص الشاطر، مش هاقول لِك الست الشاطرة، الشخص الشاطر أيًا كان سواء راجل أو ست، هو اللي يتعلّم وهو اللي يفهم من الحاجات اللي بتحصل حواليه دي. فالشخص الصح هو اللي يتعلّم من الحاجات اللي بيشوفها والمواقف اللي بيشوفها. الحمد لله الواحد كل ما الوقت بيعدّي بيه كل ما بيبقى مُدرك بحاجات أكتر ومُلِم بحاجات أكتر، وبقى خلاص يعني عنده إدراك كده ووعي كفاية إن هو يعرف إن هو في نعمة كبيرة جدًا، جدًا، وإن هو يحافظ على النِّعَم دي ويكون مُمتن ليها جدًا، ويكون راضي، يعني الحمد لله، الحمد لله على كل حاجة، الوِحِش قبل الحلو، الواحد راضي، والله العظيم الواحد راضي بكل حاجة في حياته مهمًا كانت صعبة ومهمًا كانت ما بتعدّيش بالسهل، ولكن المهم إن هي بتعدّي. الظروف اللي إحنا فيها دي هي اللي تبين الست الشاطرة من الست اللي ما تعرفش إن هي تدبّر أمور بيتها وتدير بيتها صح، وتحاول على قد ما تقدر إن هي تستر بيتها وما حدّش يعرف بيها وما حدّش يسمع عن بيتها حاجة، ما يبقاش اللي برّه عارف أنتِ بتمشّي بيتِك إزاي وظروفِك أصلًا إيه وظروف جوزِك إيه. هي دي الست الشاطرة ودي الست اللي تعرف إن هي تحافظ على بيتها وتمشّي بيتها بالمتاح وبالممكن وبالمعقول، دي الست الصح ودي الست الشاطرة. آآ في بقى ستات تانية ممكن يعني تمشّي بيتها وياما هنا وياما هناك وكل الدنيا دي وما تبقيش أصلًا يعني ممكن تبقى متسلّفة، يعني تستلف من أختها ومن أخوها ومن الجارة وتبعت وتعمل، وكل ده علشان برضه تمشّي بيتها، اللي هو يعني يبقى الشهر عدّى وخلاص، وتجيب وتجدد وغيره، ويبقى ربنا الأعلم برضه بتمشّي بيتها إزاي، وممكن تبقى عايشة في نكد ويعني بُصّوا في ضغط كبير جدًا، وتبقى ضاغطة جوزها طالع داخل تقول له هات، 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 وممكن برضه تلاقيها بتتشكّى وده الطبيعي، لإن يعني
المفروض ان الست تمشي على قد جوزها وعلى قد ظروفه. طب ليه انا بقول لكم ان المفروض الواحده تكون مقتصره على بيتها ودنيتها بس؟ لاني يعني بعد يعني تجارب كتير هي دي احسن حال وده احسن وضع وده احسن شيء للست، ان هي يبقى بيتها وكل كيانها هو بيتها بس. بيتها ده يبقى هو شغلها الشاغل، مفيش وراها اي حاجة تانية. يعني الواحد اصلا دلوقتي بيقول يا رب بس كده عنا وكفيني على قد ولادي، ان انا بس دماغي تبقى رايقة بس لولادي. يعني دي كده بس بالدنيا. مين دلوقتي اصلا دماغه رايقه ان هو يسمع لجارة ولا يسمع لقريبة ولا يسمع لحد؟ اه طبعا لازم نكون جنب بعض ولازم يبقى في حياتنا ناس مقربين مننا وناس نفضفض معاهم في وقت ما ووقت ما نحتاجهم نلاقيهم والكلام ده كله. ده شيء مفروغ منه. ولكن اللي هو انا اقصد الكلام اللي هو ملوش لازمة، الرغي والقعدات والوقت اللي بيضيع في اللاشيء، اللي هي القعدات اللي ما بتقعدش عليكي بأي حاجة غير ممكن تخلص مثلا على نميمة، تخلص على رغي ما ملوش لازمة. يعني حاجات كده ملهاش لازمة ممكن تخلص على طاقة سلبية انت تاخديها من اللي قدامك، فتعود على بيتك بالسلبي وتعود عليكي بالنكد وحاجة كده صعبة جدا. فليه انت في غنى عن كل ده؟ الواحد دلوقتي بيقول يا رب بس عيني على وقتي وعلى بيتي وعلى ولادي، اني انا اقدر اسد على كل ده. فمين دلوقتي عنده وقت ان هو مثلا يقعد كده يقعد يرغي في اللاشيء وكلام كده ملوش لازمة وملوش فايدة؟ اه لو هتقعدي تفضفضي مثلا مع صاحبة، مع قريبتك، هتفضفضوا مثلا هتتكلموا هتطلعي الطاقة السلبية اللي عندك، هي هتواسيكي شوية. يعني في الناحية التانية برضو نفس الشيء، عادي مفيش مشكلة. اللي هو الصحبة اللي هي مرة بتديكي طاقة سلبية مرة بتديكي طاقة إيجابية، انت بتهوني عليها شوية هي بتهون عليكي شوية، اللي هو الموضوع خد وهات. مش دايما 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 هي بتصدر لك الطاقة السلبية وانت بقى يعني بعد كده بقى تروحي بيتك ولا هي تمشي من هنا وانت تقعدي مع نفسك بقى شايلة الهم. خلاص هي الهالة نفسها خلاص انت سحبتي كل الطاقة السلبية اللي عندها، هي فرغت الطاقة السلبية وروحت فريش والدنيا تمام. وانت بقى تقعدي بقى مكتئبة وحزينة وحاسة انت مش عارفة في ايه بس هو في حاجة غلط. فكل ده يا جماعة احنا في غنى عنه. يعني انت وقتك ده ملكك، انت حاولي ان انت يعني ايه روقي على نفسك لما تحسي لما تلاقي نفسك فاضية، اللي هو يا دوب كده النص ساعة كده الساعة اللي انت بتخطفيها في يومك خاصة بيكي انت، حاولي بقى ان انت تروقي على نفسك. شوكولاتاية، بسكوتاية، كوباية شاي يا ستي. لو خلاص وانت مثلا ولادك اولى بكل حاجة ومفيش وقت ومفيش فلوس ومفيش اي حاجة، كوباية شاي، كوباية شاي كده مع مسلسل بتحبيه مع فيلم كده مستنياه على اليوتيوب، اي حد متابعاه، اي حاجة انت حباها، اغنية اسمعيها، قرآن شغليه جنبك، ايا كان الحاجة اللي بتبسطك شوفي انت ايه بيبسطك واعمليه. احنا عامة كستات يعني اغلبنا مش هقول كلنا طبعا اغلبنا ابسط شيء بيفرحنا ابسط شيء بيرضينا. فانت شوفي انت ايه اللي بيبسطك، اكيد انت اكتر حد عارف يعني انت ايه بيبسطك وايه بيريحك وايه بيخلي مودك الى حد ما كويس. اعملي لك كوبايه قهوه، اعملي لك كوبايه شاي، اقعدي كده قاعده رايقه مع نفسك في كورنر كده انت بتحبيه في بيتك مثلا بتبقي مظبطاه، مزاجك مثلا بيبقى حلو في المكان ده، اطلعي البلكونه ايا كان، شوفي انت عايزه ايه واعمليه. ده وقتك وبيتك ده مملكتك. عشان كده دايما بكلمكم ان البيت لازم يكون نظيف، عشان انت على طول نفسيتك تكون كويسة وتكوني مبسوطة، عينك تبقى شايفة كل حاجة جميلة، انت تستحقي ان انت تشوفي كل حاجة جميلة، تستحقي تقعدي في مكان نظيف، تستحقي ان انت شقتك دي تبقى في احسن صورة ممكنة. بصوا مش بالتكاليف ومش بالفلوس خالص، النظافة اهم حاجة في الدنيا. الست النظيفة تخلي بيتها جنة، والله لو أوضة وصالة وانت نظيفة هتخلي بيتك ده جنة. ولو انت قاعدة في قصر بس مش نظيفة صدقيني مفيش حد هيطيق حد يدخل بيتك ده ولا يشرب كوباية مية في بيتك. فهو الأساس كله على النظافة وعلى الست اللي قاعدة في البيت بلمسات بسيطة. لو انتي ست صح بلمسات بسيطة خالص ومش مكلفة خالص تقدري ان انتي تغيري من شكل بيتك 360 درجة. وانا في فيديوهات كتير عملتها معاكم وجددت في حاجات كتير بامكانيات بسيطه جدا جدا جدا. حوشي فلوس جايلك من اهلك مثلا انت مش عامله حسابك عليها، يا ستي بنصها هاتي حاجه وبالنص التاني
سدي خانة في بيتك، استوري بيتك بحاجة، بأكل، بأيا كان. نقود جايلك، عيد ميلاد مثلا وحد ادى لولادك فيه فلوس، عيد، ايا كان هتقدري ان انت تتصرفي. لو ربنا مديكي مثلا اهل كويسين، اهل زوج كويسين، بيدوكي مثلا فلوس، بيدوا ولادك فلوس، مش هقولك بالفلوس كلها اصرفيها، لا طبعا الفلوس اللي جايه لولادك حاولي تجيبي بيها، هاتي لهم هدوم، هاتي لهم لعبه، هاتي لهم حاجه نفسهم فيها، وخدي جزء مثلا بسيط خالص من الفلوس دي وهاتي حاجه نفسك فيها. هاتي نص متر قماش اعملي بيه مثلا كوشنز بسيطه، هاتي لك مفرش صغير، هاتي لك مثلا بوت كده صغنونه مثلا فيها زرع، ايا كان، انتيكه، حاجات كده بسيطه، حاجه على حاجه على حاجه، صدقوني الكلام ده كله هيفرق. فما تحاوليش تضغطي نفسك ولا تضغطي جوزك، لان صدقوني الدنيا مش مستحمله، ومحدش بقى مستحمل كلمه منك على كلمه منه، صدقيني يعني هتحصل مشكله. وانتي في غنى عن ده، في غنى عن النكد في البيت بيبقى صعب جدا ووحش جدا، سواء عليكي او على جوزك او على ولادك. حاولي كده تملي بيتك طاقه ايجابيه ودفى من لا شيء، من لا شيء والله. وجودك انت وجوزك وولادك في البيت وانتوا كده هاديين كده ومحدش سامع بيكوا، دي بالدنيا كلها. بصي لغيرك في بيوت بيبقى الله اكبر، يعني صوتهم على طول بره، سرهم على طول مكشوف، اللي طالع واللي نازل عارف بيهم، بتحكي لدي وبتحكي لدي وبتحكي لدي عن جوزها وعن مشاكلهم وعن الدنيا واللي بيعملوا معاها والظروف والكلام ده كله. الست الشاطرة هي اللي محدش يسمع بيها ولا يعرف عنها. حاولي ان انت دايما تحافظي على ده، وحاولي ان انت دايما تدعي ربنا كده بهديان سرك وان محدش يسمع بيكي ابدا. وعايزه اقولك ان اغنى الناس ممكن تحسدك على النقطه دي. ما تبصش لاي حاجه تانية وتبقى وصالك على معامله جوزك الكويسه، على ولادك مثلا الكويسين، على بيتك الهادي اللي ما فيهوش مثلا مشاكل، وتبقى من وجهه نظرك هي عندها كل حاجه، ولكن تبقى مفتقدة أهم شيء، وهو أصلا البيت ده هو بالنسبة للست هو حياتها وهو مملكتها وهو كل حاجة. فصدقوني احنا بنبقى أغنياء جدا واحنا مش حاسين. كده احنا نكون وصلنا لآخر الفيديو بتاعنا. طبعا عملت معاكم حاجات كتيرة جدا وتنظيفات كتيرة، هي طبعا شارحة نفسها بنفسها. أول حاجة غسلنا المواعين وفضينا كمان طقم التوابل اللي هو الصيني وغسلناه كويس، وكمان فضينا اللي هي البتاع بتاعة الشاي والسكر وغسلناهم برضو كويس، وغسلنا الباسكت اللي هو بتاع المشابك بتاع البلكونة. انا بحب من فترة للتانية كده بغسله وبنضفه كويس جدا وببدأ ارص الحاجة فيه على نظافة. نضفنا كمان التربو تنظيفه محترمة وعملنا له اعادة ترتيب وتنظيم من تاني. رمينا الحاجات كلها اللي ما كانش ليها لازمة وخليناه كده شكله منظم ومهندم جدا. وعايزه اقول لكم ان ده من اكتر الحاجات اللي انا اتبسطت ان انا نضفته كده ونظمته ورميت كل حاجه ملهاش لازمه. وطبعا عملت اخر درج فيه ولكن ده ما صورتوش معاكم. غسلت كل البرطمانات وخليتها اللهم بارك بتلمع، ورصيت وعبيت كده كل حاجة على النظافة. وكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا لما معلومة بسيطة. وطبعا ما تنسونيش في اللايك عشان هو ده دعمكم ليا، واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل اشعار بفيديوهات جديدة، واستنوا مني فيديو جديد. باي باي.